السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازي حضراتكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اتمنى اي معلومة بقدمها تكون بتفيدكم على قد خبرتي والله، واتمنى تكونوا مبسوطين ومش متضايقين من كلامي. النهارده لو جالك مريض او حد قالك تعالى ركب لي كيس بلازما في البيت، تمام؟ انت ما معكش جهاز ضغط، ما معكش ترمومتر، تمام؟ لو الراجل ده بيتعالج من السكر، معاك جهاز سكر؟ ما معكش الحاجات دي، يبقى ما اروحش. انا ما اروحش اركب لبني ادم كيس بلازما وانا عارف كممرض مخاطر او البلازما ديت بتسبب حساسيه، بتسبب حاجات كتير جدا. ما ينفعش. انا راجل بسال الناس، الراجل ده بيتعالج من الضغط، بيتعالج من السكر، عنده حساسيه من حاجات معينه. طبعا معظم الناس، في ناس فاهمه وفي ناس طيبه على قدها ما مش واخده بالها، تقول لك لا ما عندوش حاجه، ده زي الفل. اروح انا اركب كيس البلازما، تمام، يحصل له حساسيه، يحصل له قرشه نفس، يحصل له ازمه، يخش مني في الشك وحاجات جامده جدا. انا اللي هتدبس، مش اهل المريض. وما ينفعش يا جماعه كيس البلازما يتحل او يتفك في ميه سخنه، ما ينفعش. انا رحت الحاله في البيت بتقول لي كيس البلازما فكك من بدري، رحت لهم البيت لقيت الميه السخنه، ما فيش يعني ما كملتش يعني 10 دقايق كده، رحت لهم لقيت كيس البلازما فاتحين عليه الميه السخنه، مش سخنه سخنه برضه، الواحد يقول الحق يعني، بس ميه دافيه. ما ينفعش يا جماعه. البلازما ما بتتحل، ما بتتفكش في ميه سخنه يا جماعه. تفتح الحنفيه على كيس البلازما، انت المريض اللي عندك انت عايز تركب البلازما من الصبح ومكلمني من الصبح، طب ما تسيب الكيس البلازما جنبه في السرير، سيبه على الكومودينو هيفك براحته خالص. قبل ما يجي لك بساعتين ثلاثه اقول لك الو انا جاي لك في السكه قدامي مثلا ساعتين ثلاثه، انا جاي من السفر ولا جاي ولا قدامي مشوار ولا بتغدى وجاي، تمام؟ محدش يدي كيس البلازما وهو محلول او مفكوك تحت ميه سخنه او دافيه. ما ينفعش خالص يا جماعه. في حاجات زي ما في الدم بتتكسر، تمام، في حاجات في البلازما برضو ما ينفعش الميه السخنه جت عليها خلاص الموضوع انتهى. المريض ده خد البلازما كانه ما خدش حاجه خالص، تمام. وقبل ما تدي البلازما بتقيس العلامات الحيويه بتاعه المريض، بتقيس الضغط والنبض والسكر والحراره. الحراره دي اهم شيء بالنسبه للمريض، تمام. وحاجه صغيره كمان، اي حد بيشتكي من السكر او الناس اللي بتتعالج من السكر، جماعه ما تستهونوش بجرح صغير، مسمار شكني، خشبه مصديه، خشبه هو مسمار مصدي، خشبه فيها شكتني جامد وهي مرميه في الطينه او في الارض، تمام. حاجه حاده برضو وانا في الارض او انا ماشي، لا مؤاخذه الشبشب اتقطع مش عارف ايه، حاجه قطعت الشبشب وعورتني. ما استهونش خالص بجرح السكر ده. اقسم بالله جرح السكر ده بيوصل ناس انها ممكن تعمل امبيتيشن، تعمل بتر لرجليها او تعمل بتر في صباعها، في ايديها، في المكان اللي اتعورت فيه. وبالذات لما يكون الناس سكرها مش مظبوط. احنا معظم الناس عندنا سكرها مش مظبوط او سكرها ماشي بالظبط يعني. فيا ريت ما نستهونش باي جرح ممكن يحصل لي وانا مريض سكر، يا ريت. ومعظم الناس، يا ريت مش معظم، ده الناس اللي عندها سكر كلها، ما سيبش نفسي بالست سبع شهور من غير ما اقيس السكر ولا من غير ما اكشف ولا اطمن. انت ممكن يجي لك دروب تقع، خلاص الحاله ضايع. لازم كل يعني الحياه بقت غاليه طبعا، فاهمين؟ كل مثلا يعني شهرين ثلاثه اطمن على السكر بتاعي عند الطبيب اللي بيعالجني. يعني احنا بنصرفه كتير جدا، فما جاتش على كشفك انت، تمام. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.